صفحة 198. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. كالذين من قبلكم شبه الله هؤلاء المنافقين الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والذين أعد الله لهم في الآخرة ذلك العذاب المقيم والخزي واللعن والطرد من رحمته، نسأل الله العافية. قال دول زيهم زي اللي قبلهم، أي أمثالكم كالذين، أي كمثل الذين كانوا من قبلكم، كانوا أشد منكم قوة. يعني أنتوا ما شفتوش قوم عاد وما شفتوش قوم ثمود. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. يعني بيوصف دي كلها مظاهر حضارية وقوة في الأرض وهيمنة وثبات. وفرعون لما تكلم القرآن عنه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يعني بيقول لهم هو انتوا أنا آسف، يعني انتوا فاكرين شوية نفسكم مين؟ مم. يعني لا. وبعدين لا حضارة عندكم حضارة، ولا تاريخ عندكم تاريخ، ولا ثقافة عندكم ثقافة. ويوم ما نبعت لكم نبي ياخد بإيدكم من هذه الأوحال ومن هذه الأكاذيب ومن هذه الانحلال الأخلاقي والقيمي والمجتمعي، ونوصفه بالأوصاف دي، الصدق والأمانة والقيم والخلق والحياء، ونكسوه بثوب الهيبة والجمال، تقوموا تعملوا فيه كده وتؤذوه وتكذبون عليه وتتحدثون فيه فقال لهم انتوا فين من اللي قبلكم؟ كالذين من قبلكم، حالكوا زيهم، بس هم كانوا ايه؟ أشد منكم أشد قوة. منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. يعني مم. كان عندهم مكنة في الأرض. أي. فاستمتعوا بخلاقهم. يعني خلاق. الخلاق النصيب. مم. لما ربنا يقول وما له في الآخرة من إيه؟ من خلاق. خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب. آه. فاستمتعوا بنصيبهم من الدنيا. مم. مش ادناهم أموال وادناهم أولاد وادناهم ملك ومكناهم وكل حاجة، فاستمتعوا بنصيبهم الذين أعطيناهم إياه من متع الدنيا. أي. فاستمتعتم بخلاقكم، وانتوا كمان استمتعتم بنصيبكم. بالنصيب بتاعكم من الأموال والأولاد، وقلتوا كل الكلام ده. كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، هم استمتعوا بنصيبهم وانتوا استمتعكم بنصيبكم زيهم. آه. وخضتم كالذي خاضوا، وانتوا كمان بدأتم تكذبوا وتأذوا وتخونوا وتنافقوا وتسيئوا إلى الأرض، وتحولوا مفهوم الخلافة الطبيعية اللي ربنا أقامكم فيه بني أدمين محترمين لأذى لانحلال القيم والفساد الأخلاقي. فعشان كده قال وخضتم كالذي إيه؟ خاض. لأنهم هناك قالوا إيه؟ ولئن سألتهم يقولون لقلنا إنما كنا نخوض وإيه؟ نلعب. ونلعب. فعشان قال هنا وخضتم كالذي إيه؟ خاض. وهو هناك برضه خاضوا أقوام الأنبياء، يعني قوم ثمود خاضوا، وقوم عاد خاضوا، وقوم سيدنا هود خاضوا فيه، وقوم سيدنا شعيب خاضوا فيه، وقد كنت فينا مرجوا ولولا رهطك لرجمناك وأتنا أي. بما تعدنا، وقال الملأ الذين استكبروا من قومه، وكل الكلام ده. فهم خاضوا في الأنبياء وأساءوا إليهم وأذوهم، زي ما أنتوا أذيتوا النبي وقلتوا فيه وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم، يعني فسدت في الدنيا والآخرة. يعني سواء حتى كانت أعمال خير في الدنيا فهي فاسدة مش مقبولة عند الله سبحانه، لأن هم برضو المنافقين ما هم كانوا بيطلعوا، ما هي دي أعمال خير. أي. فقال لهم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن لن يتقبل، يتقبل منكم. فده حبط عمله. قال له دول كمان، قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أنتم وهم. مش تعملوها لله. بالظبط. مم. وأولئك هم الإيه؟ خاسرون. هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ هو احنا ما حكينا لهمش في القرآن
ما هي الصورة لسه معدية، ما احنا محاكيين قبل كده عن نوح وعن عاد وعن هود وعن ثمود في الأعراف. صح. فعشان كده ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم. عد معايا: نوح 2 عاد 3 ثمود 4 إبراهيم 5 أصحاب مدين 6. والمؤتفكات. بالظبط. أصحاب مدين دول نبدأ من فوق. مم. نوح هلكوا بالطوفان، مم. قوم نوح. اللي هو بالظبط الغرق. الغرق. تمام. لما ركب سيدنا نوح السفينة قال له ما في إلا من آمن وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. اللي ركبوا مع سيدنا نوح، وبقيت قوم غرقوا بالإيه؟ بالطوفان. قوم عاد هلكوا بريح صرصر عاتية. قوم ثمود أخذتهم الرجفة جاثمين. قوم سيدنا إبراهيم اللي هو الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الإيه؟ أن الملك. آتاه الله الملك، وكيف نزع الله عن ذلك وأهلكه حينما حاج إبراهيم، اللي هو النمرود. النمرود ابن كنعان. أصحاب مدين اللي هم قوم سيدنا شعيب أخذتهم الإيه؟ أخذتهم الصيحة في طريقة العذاب بتاعتهم. المؤتفكات قرى قوم لوط، قرى قوم سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام. فده سبيل عذاب كل إيه؟ كل مجموعة منهم. فنوح المؤتفكات ديت يعني إيه؟ المؤتفكات الكاذبات أو المفتريات، أو المنحلات أخلاقيا عن القيمة الطبيعية للبشر. إن الطبيعية للبشر إن علاقة الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. فهم اتفكوا أي كذبوا على الطبيعة البشرية، فانحرفوا عن الفطرة الإنسانية، فتسمت قرى قوم لوط المؤتفكات. هو هنا بيقول المؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. منقلبات، اللي هو انها اتقلبت ما حاجه زي كده. البعض يقول في المعنى تفك لما جه العذاب عليهم إن جعلنا عاليها سافلها. من معنى الائتفاك أي جعل عاليها سافلها. فده ممكن يبقى اسم القريه للقرية يعني. نفسها. لكن لما تقرأ والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاء، الكاذبات على طبيعة الوجود. فعشان كده قال فما كان الله إيه؟ أتتهم رسلهم، كل دول بقى جات لهم الأنبياء بتاعتهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبدأ ربنا من خلال الآيات دي يقول لهم كل قوم نبي، نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، احنا قلنا هلاك بقى كل قوم بأي طريقة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هناك المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هنا بعضهم أولياء بعض. ليه أولياء؟ قالوا لأن للمؤمن على المؤمن ولاية التقوى. ولاية التقوى يعني، وده الطبيعي، الأرعن من المؤمنين في ذمة الحليم، الجاهل في ذمة العالم، الفقير في ذمة الغني، اللي معاه اللي ما معهوش في ذمة اللي معاه، اللي ما بيعرفش في ذمة اللي بيعرف. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وربنا يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن هذا الكثير في النصوص النبوية الشريفة. عشان كده المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، فأنا أوالي أخي وأحبه وأقدمه. وقالوا يعني في مفهوم الأخوة كلام الحقيقة يعني نفتقده في العلاقات في هذا الزمن، لأن ربما العلاقات كثيرة لكن يغيب عنها مفهوم الأخوة. جزء كبير منها بتحكمه المصلحة أو بتحكمه المنفعة، أو العالم كله الحقيقة وبتحكمه المنفعة. لكن العلاقة الإيمانية ما بتحكمهوش غير ولاية التقوى، اللي هو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قالوا ليه؟ قال دول اللي بينهم ربنا، واللي بينهم ربنا ده هو أكمل معرفة إيمانية في الوجود. ولذلك قالوا في مفهوم الأخوة، قالوا إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت
شتت فيك شمله ليجمعك. ده معنى كده إن هو بيفديك بروحه وبيفديك بنفسه وبيفديك بماله وبيفديك. شتت فيك شمله ليجمعك. فأي علاقة، عشان كده قالوا دي كانت العلاقة بين لما الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي. الإمام أحمد زار الإمام الشافعي فبيقول: قال لي الحبيب لما زرته: من ببابه؟ قلت: بالباب أنا. قال: أخطأت تعريف الهوى لما فرقت فيه بيننا. وفي أنا وأنت؟ احنا واحد. إحنا واحد. فمضى عام ثم زرته أطرق الباب عليه موهدا. قال: من ببابي؟ قلت: ما بالباب إلا أنت، ثم هنا. أنا صاحب الدار يعني، ما بالباب إلا أنت، أنا صاحب البيت. أي. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. قال له: أنت كده فهمت الشغلان. وده عشان كده الأخوة في الله إذا تعمقت فهي أوثق عرى الإيمان وأوثق مواصل القرب والرضا والوصل. إن الإنسان يبقى له أخ في الله يصدقه ويصادقه ويصافيه ويأخذ بيده ويرم ويستر عيبه ويقومه ويساعده. ولو شاف أخوه مكسور يجبره، ولو شاف أخوه عريان يستره، ولو شاف أخوه محتاج يساعده. وهذا ما تفقده معاني الأخوة. ده اللي جعل المهاجرين والأنصار مستحقين للصحبة لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن بقى يخش يقول له: خد اللي انت عايزه، خد نص مالي وخد نص بيتي وخد 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 وخد. عشان كده ربنا رقاهم إلى هذه المنزلة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعشان كده قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف. التانيين كانوا بيأمروا بالإيه؟ منكر. وينهوا هناك عن المعروف. دول العكس بقى، ويأمرون بالمعروف وينهون عن الإيه؟ عن المنكر. فهم ما بيرضوش أبدا إن يشوفوا وحش ويقروه أو يشوفوا أخلاق ذميمة. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم عالي قوي، في إن هو يقدم نموذج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى هو قدوة. فيبقى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من خلال إيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول لك أنا هكون قدامك. وده نموذج التربية الصالحة في المجتمع. لكن نموذج التربية المزيفة لما أدعي في نفسي الإيمان والتقوى وأفضل أحكم على الناس: أنت فيك وفيك وفيك ولازم تعمل ولازم تعمل إيه؟ أنت بتلزم مين؟ ألزم نفسك أولا، صح. ثم كن قدوة بعد ذلك. عشان كده يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وده بيترجم في حياتهم بقى من خلال إيه؟ يقيمون الصلاة في خشوع وخضوع وسكينة واطمئنان. بينما التانيين لا يقيمون الصلاة إلا وهم إيه؟ كسالى. منافقين. ولا ينفقون إلا وهم إيه؟ كارهون. كارهون. إنما المؤمنين لا، يقيمون الصلاة ويؤتون الإيه؟ الزكاة. التانيين بينفقوا هم كارهون، دول بيطلعوا هم محبون. ويستجدون عطاء الله ويجملوها ويشيكوها ويحلوها. لا، أحيانا الإنسان بيشوف في العطاء جمال. وسبحان الله، يعني أحيانا الناس بتبقى بتحسن وتجمل الوجبة والهدمة والبطانية والمساعدة، عايزها تقع عند الله في موطن القبول. عشان كده يؤتون. التاني ينفقون وهم كارهون، إنما دول ينفقون وهم محبون. لأن ستنا عائشة كانت تطيب الدرهم، تقول ده بيقع في إيد ربنا قبل ما يقع في إيد المحتاج. فعشان كده إيه؟ ويؤتون الزكاة ويطيعون الله إيه؟ ورسوله. دول بيسمعوا الكلام. ربنا قال: سمعا سمعنا وأطعنا. سيدنا النبي قال: سمعنا وأطعنا. ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يعني بنص أولئك سيرحمهم، يعني دول داخلين في دايرة الرحمة ودايرة الرضا الإلهي. إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات. هناك وعد الله المنافقين والمنافقات نار والكفار نار جهنم. هنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. عدن. يعني في اللغة العربية الشيء العدن الثابت المستقر. عشان كده كل ما هتيجي كلمة عدن هتلاقيها جاي معاها مساكن.
ياه! كلمة عدن في القرآن هتلاقيه ملزم بها ليه؟ لأن ثبات واستقرار يبقى سكن. إمم. فعشان كده قال ومساكن إيه؟ ومساكن طيبة في جنات إيه؟ عدن. ساكنين مستقرين ثابتين قائمين فيها ورضوان من الله أكبر. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتجلى الحق يوم القيامة على أهل الجنة فيقول لهم يا أهل الجنة أرضيتم؟ فيقولون يا ربي وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا فوق ما أملنا، يعني اديتنا فوق ما احنا نتخيل. كنا متخيلين. فيقول ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ قالوا يا ربي وأي شيء أفضل مما نحن فيه؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، يعني أرضى عنكم فمص. عشان كده من مراتب السلوك عندنا الرضا، إمم. والرضا من أعلى مراتب السلوك. عشان كده احنا بنقول إيه؟ الصبر يسبق التسليم، وبعدين الصبر، وبعد الصبر الرضا. الرضا ده أعلى مقامات السلوك. الرضا إنك تبقى راضي وإنت فقير وإنت غني، تبقى راضي وإنت مريض وإنت معافى، تبقى راضي وإنت كسبان وإنت خسران. إمم. عشان راضي مش صابر. صابر يعني حبس النفس عن الشكوى، أنا موجوع ومتألم، بس ماسك نفسه. بس راضي أنا فرحان باللي أنا فيه. إمم. وده صعب جدا إنك تبقى فرحان وأنا خسران، حد بيفرح وهو خسران. أبقى فرحان وأنا مريض، حد بيفرح وهو مريض. إمم. أبقى فرحان وأنا عندي مشكلة، ما هو دي بقى ده الإيمان بقى. راض عن الله في سري وفي علني، راض عن الله مهما كان من زمني، راض عن الله إني إن رضيت به سيرضيني ويكرمني، راض عن الله إني إن غضبت فلن أغير الأمر أو أرتاح من شجني. عشان كده رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، وليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، ذا أقصى أمانيها ورضوان من الله أكبر. عشان تحقق ده لازم أن ترضى. من كلام سيدنا علي بن أبي طالب بيقول 3 في 3، 3 في 3: السعادة في الرضا، والسلامة في التسليم، وجبر الخواطر في جبر الخواطر. عايز تبقى سعيد ارضى. عايز تبقى سعيد، مش غني، أيوه. مش مستمتع، لا سعيد، لأن السعادة إيه؟ معنوية، المتعة حسية. صح. سيدنا علي بيقول 3 في 3: السعادة في الرضا، والسلامة في التسليم. عايز تسلم سلم، إمم. وعايز ربنا يجبر بخاطرك اجبر بخاطر خلقه، وجبر الخواطر جبر في جبر الخواطر. فعشان تحقق ده لازم أن تقدم ده، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم أهلنا لهذا الفوز العظيم، والله أعلى وأعلم بمراده من كلامه، والحمد لله رب العالمين.